روحي شوفي مين يا بدرية. طبعا كمال اخويا، مفيش حد غيره، انا عارفه ضربته في الجرس. قومي يا بدرية يا بنتي افتحيله، باين عليه مسروع. لازم اعمل له عاملة في الحارة. حق يا ماما، ما اكتر عمايله، اديني قايمه اهو. الله، اديني جايه اهو. هي الدنيا انقلبت ولا ايه؟ افتحي يا عوام يا بدرية. عوام عوام. طيب يا اخي، ايه ده؟ على مهلك شويه، كنت هتوقعني. في ايه يا كمال؟ لا مفيش حاجة ابدا. وداخل اوضتك على طول ليه؟ مش تقعد معانا هنا شوية؟ لا ما اقدرش، عندي مذاكرة، الامتحان قرب خلاص. اها، ربنا يهديك يا ابني وياخد بيدك انت واللي زيك كلهم. انا مش عايز حد يدخل عليا ولا بذاكر، مش عايز حد يكلمني ولا يعطلني، فاهمة يا بدرية؟ يعني مش عايز حد يكلمني خالص. اطمن يا اخويا اطمن، بس انت ما تعطلش نفسك. انا هقفل عليا الباب بالمفتاح من جوه عشان ما حدش يقطع عليا حبل المذاكرة. خلاص فهمنا، محدش هيدوس لك على طرف. خش بقى وبلاش لت وعجن. ايه ده يا ماما؟ ده بيقفل الباب بالمفتاح. وماله يا بنتي، خليه يذاكر. دول بيقولوا ان دروس التوجيهية صعب قوي. الهي يعدلها لك، الهي يا رب يعدل لك الاحوال يا ابني يا كمال، انت وكل ولاد حواء وادم يا رب. انا بصراحة يا ماما لعب في عب الفار. ما تبقيش كده يا بدرية، الواد لا بيه ولا عليه وداخل يذاكر في امان الله. يا ماما انت نسيتي يوم بنت الجزار ولا ايه؟ الله، هو في يوم في الايام اسمه يوم بنت الجزار؟ يوم ما خد اسمة بنت الجزار وراح معاها جنينة الحيوانات وتصور معاها، هي لابسه جاكيتته وهو حاطط على راسه برنتتها، واخوها ظبطهم ورنهم هما الاتنين حته علقه. طب والنبي ولازمته ايه الكلام ده دلوقتي يا بدرية؟ الحكاية دي بقالها زمان واتناست خلاص. ما بقالهاش سنة يا ماما، مش كانت قرب اجازة السنة اللي فاتت؟ ودي احنا لسه ما حصلناش الاجازة. طب وايه اللي فكرك بالحكاية دي دلوقتي؟ يوميها جه مسروع زي النهارده بالظبط، وبرضه دخل يذاكر وقفل على نفسه الأوضة زي النهارده برضه. طب والنبي خليكي محضر خير يا بدرية. قومي يا روح مامتك يا اختي، قومي اعملي لي فنجان قهوة بايديك الحلوة دي عشان اعدل دماغي. حاضر يا ماما. يا ترى مين؟ مش قلتلك يا ماما انا عارفاها وحافظاها كويس. طب روحي شوفي مين وقولي بسم الله الرحمن الرحيم. مؤكد حد غريب. غريب قريب، روحي افتحي بقى وخلصينا. حاضر اديني رايحه اهو، ربنا يستر. اهلا وسهلا، اتفضلي. مش برضه دي شقة عم ابو كمال؟ ايوه هي. مين حضرتك؟ مين يا بدرية؟ واحده ضيفه يا ماما. طب خليها تتفضل يا بنتي. اتفضلي يا ست. هي دي اتفضلت يا بنتي. امال فين والدتك الست ام كمال؟ اتفضلي من هنا. معلش يا بنتي، الغريب اعمى ولو كان بصير. ما غريب الا الشيطان يا ست. اسمي وردة يا بنتي، ولو ان الورد ما يلقش علينا دلوقتي. امك فين يا حبيبتي؟ انا هو يا ستي، نورتي المكان، اتفضلي استريحي. ايه، هو الحي بيشوف راحة يريح بدنك. خير بإذن الله. انا جارتكم من بعد المنور، ساكنة في اوضة في البيت اللي واجهته مهدودة. يا اهلا وسهلا، يا الف مرحبا. تبقي بقى من عيلة العجان بتاع الفلايك. ابويا كان بيبني الفلايك تعوم في اكبرها بحر، واحنا يا حسرة غرقانين في شبر مية. انا اعرف ان الله يرحمه كان احسن واحد يبني الفلايك في اسكندرية بحالها. هو سابنا يا ولاية في فلوكة مهدودة. القهوة اوام يا بدرية، تشربيها ايه يا ست وردة؟ قهوتك مشروبة يا حبيبتي، مش وقت. طيب اعمل لك كوباية شربات؟ يمرر في حنك وحياة من جمعنا من غير ميعاد. ودي تيجي برضو يا بنت الاصول، تخشي بيتنا اول مرة ولا نكرمكيش؟ اصلها مش زيارة يا ست ام كمال، لا بنزور ولا بننظر من يوم ما مل بينا الزمان. تبقى الحكاية فيها سر بقى، ضروري فيها سر، والصبايا الأمارة ما يصحش يسمعوه. انا هنشر الغسيل في البلكونه يا ماما. وخدي معاكي شوية ردة للفرختين اللي في السطوح بالمرة. حاضر يا ماما. ادي احنا بقينا لوحدينا، اتكلمي يا ست وردة. والبكا لازمته ايه بس؟ والنبي يا حبيبتي البكا لا يرد مفقود ولا يرجع غايب. اتكلمي يا ستي، الكلام انفع. ابنك يا ستها، ابنك كمان
سكتي ليه؟ ما تكملي. ماله ابني؟ عمل ايه؟ شافوه مع بنت زكية في جنينة الشلالات. امتى؟ ازاي؟ من ساعة بس. مصطفى بن المعلم علي جزر النقاش هو اللي شافه. يمكن بيكذب يا ست وردة، ولا يمكن بينه وبين كمال حاجة ولا محتاجة. أنا برضو قلت كده، لكن نقول إيه بقى في كلام الشيخ مكار؟ الشيخ مكر؟ والشيخ مكر ده يطلع ايه كمان؟ صابي عم محمد المصري المزين. مسمينه كده عشان غلبان وعلى نياته. ايه، ما هو الغلبان في الزمان ده بيهزقوه ويدسوه تحت الرجلين. طيب وبنتك زكية في البيت دلوقتي؟ رجعت من شوية وشها زي البنجر وحالتها حال. وكلمتيها؟ قصدي يعني قررتيها؟ ولا حياة لمن تنادي، دماغها وألف زلط إنها كانت بتزور واحدة صاحبتها في باب شارع. طب وكانوا بيهببوا ايه في جنينة الشلالات؟ ما قالكيش ابن المعلم جزر ده ولا الشيخ مكر؟ قاعدين على كرسي خشب بين الأشجار. وعارفة أنهي أشجار؟ اللي ورقها نازل لتحت وعامل زي الستاير الدانتيلا. يا اختي واحنا مالنا اذا كان زي التنتيلا ولا الركامه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ ما هو الشجر اللي بالشكل ده يبقى عامل زي الخيمه، والناس قلالات الحياه بيقعدوا تحته علشان محدش يكشف بلاويهم. طب ولما هم كانوا قاعدين تحت الشجر اللي عامل زي التنتيلا والخيمه، يبقى جزر ومكر شافوهم ازاي؟ اصلهم كانوا قاطرينهم يا ست ام كمال، ماشيين وراهم من كوم الدكه لحد جنينه الشلالات. بقى كده. والمقروضه اللي تنشك في نن عينيها، عارفه كانت قاعده ازاي؟ قلعه شبشبها اللي ما حلتهاش غيره ومدلدله رجليها في الميه. ميه ايه يا اختي؟ هما كان معاهم جردة الميه؟ بص ولا كلمة، هو اللي بيفتح الباب. اتكلمي في اي موضوع تاني. وازيك بقى كده يا ستي؟ وازاي ولادك؟ بيبوس ايديك يا ست هاني. لا مؤاخذة، انا كنت بحسبك لوحدك يا ماما. معلش، الست مش غريبة. شوف عايز ايه وارجع على اوضتك. ذاكرت لحد فين النهاردة؟ لحد خليجي زيدرزي. وبتدور على ايه؟ على سجادة الصلاة. هتصلي؟ ليه؟ لا حصلنا صبح ولا مغرب. اصلي حصلي ركعتين لله. السجادة واخداها الحاجة مريم جارتنا تصلي عليها. شوف لك انت اي حاجة وافرشها وصلي. ولا اسمع، نعم. خد الجورنال ده. ايه ده؟ لابورس؟ عايزاني يا ماما اصلي على جورنال فرنساوي؟ يا اخويا صلي على اي حاجة بقى وخلصنا. اقول لك، انا عندي جوه مفرش ابيض في منتهى النظافة والجمال. ومشغول بالتنتلة. نعم. يلا بقى واقفل الأوضة وراك كويس. حاضر. هو بسلامته المحروس يا كمال؟ هو يا ستي قطع وقطعة سنينه. وبسلامته بيصلي الوقت بوقته؟ أيام الامتحانات بس. هو اليومين دول عنده امتحان؟ مقدم في التوجيهية عقبال ولاده.